طفولتي كانت جميله. وقفوا بقى دلوقتي. بيشجعني يعني، هو اكتر واحد بيشجعني. هو ما حدش بيقف جنب حد يعني، حقيقه يعني. اتولدت في مصر ام الدنيا. وبعديها ب6 شهور رحت سويسرا. يعني كنت ممكن اتولد في سويسرا، بس انا اتولدت في مصر ام الدنيا. اهلا وسهلا. انا علا رشدي، ممثله، ام لطفلين وزوجه وحاجات كتير يعني. طفولتي كانت جميله. انا بابايا دبلوماسي، فانا كنت عايشه في 4-5 دول مختلفه. فانا بدات في مصر، اتولدت في مصر ام الدنيا. وبعديها ب6 شهور رحت سويسرا. يعني كنت ممكن اتولد في سويسرا، بس انا اتولدت في مصر ام الدنيا. طبعا مش أنا يعني. ما علينا، الحمد لله. عشت في سويسرا 5 سنين، وبعدين مع اختي، عندي اخت اكبر مني، وبعدين جيت مصر 2 سنين، وبعدين رحت امريكا نيويورك 4 سنين، وبعدين رجعت مصر. لا، رجعت مصر بقى 5 سنين. رحت بلجيكا جامعه وهاي سكول، وبعدين ايطاليا كانت اخر حاجه، وبعدين جيت مصر في النص كده، وبعدين جيت بقى مصر بقى. قلت اجي بقى مصر بقى. مش عارفه ايه اللي خلاني يعني. كنت دايما بابا ومامتي دايما يعني احنا مصريين يعني، هم مصريين يعني، فهم دايما مصر فعم نيجي في الاجازات. ما كانش حد فكر ان احنا نعيش بره مثلا. اختي عايشه بره في سويسرا بقى لها 15 سنه. طبعا علمني ان انا ابقى مستقله، ان انا مش يعني ما عنديش صحاب ثابتين يعني. كل صحابي كل بلد بيسافروا، انا بسافر وهم بيسافروا، او هم قاعدين وانا بسافر. فما عنديش مثلا غير واحده صاحبتي من المدرسه اللي انا قعدتها في مصر دي ال5 سنين، هي دي لحد دلوقتي صاحبتي. كل بقى البلاد اللي رحتها يعني بعرفهم بقى معايا على الفيسبوك، بتابعهم مش عارفه فين. بس حتى الجامعه ما كنتش هنا، اختي كانت هنا في الجامعه، فاصحابها هم صحابي. بتعلمك كمان ان انت تتقبلي الغير، يعني تتقبلي الكالتشرز المختلفه. فانا بالنسبه لي كل الناس زي بعض. احب قوي اتكلم مع كل الناس يعني، حد من اليابان، من الهند، من اثيوبيا، من كونغو، وطبعا اتعلمت لغات، فده كانت ميزه ان انت تفهمي تروحي بلد تفهمي الكالتشر بتاعها واللغه، وتبقي عارفه الناس دي ان مش كلنا زي بعض يعني. فاهمه؟ احنا هنا بنحس ان كلنا لازم نبقى زي بعض، فلما تسافري ايه ده، لا ده ما يصحش، ده بيعمل. هو كل الناس مختلفه، ولازم نتقبل كل الناس زي ما هي، وكل الناس عندها الحق انها تعيش، والحق انها تعمل اللي هي عاوزاه. احنا مالناش دعوه، كل واحد يعني يعيش زي ما هو عاوز يعني. هو ما حدش بيقف جنب حد يعني، حقيقه يعني. ممكن اقول بابايا يعني، بابايا اكتر حد وقف جنبي، ودايما وقفوا بقى دلوقتي. بيشجعني يعني، هو اكتر واحد بيشجعني. ما هو ما كانش فاهم، هو برضه من ناحيته هو ما كانش فاهم ان انا فعلا هبقى همثل. فاهمه؟ هو ما كانش عارف انه في حد اصلا يعني هو حبيبي في حته، ما كانش عارف ان انا التمثيل ده حد بيكمل فيه. فاهمه؟ بيفتكر انه في المدرسه مثلي يا حبيبتي، زي ما احنا اهالينا كلنا يعني، مثلي في المدرسه، غني في المدرسه، ارسمي في المدرسه. بس ان هو في الجيل ده ان هو حد يكمل يمثل، دي مش موجوده يعني. هو غصب عنه، بس هو دلوقتي على طول بيشجعني، بس بيلومني برضه يعني. بيشجعني، انت كنتي فاكره لما كنتي هو على طول بيشجعني. وزمان كتب لي اصلا اغاني راب، قعد يقول لي لازم تغنيها. وانا مشكلتي ان انا بيرفكشنست، لو حاجه نص نص مش بعملها، مع ان كل الحاجات اللي موجوده نص نص او ربع ربع او تمن رومي يعني. فاهمه؟ كل الحاجات والله العظيم انا بتفرج على حاجات اللي هو يا نهار اسود ومنيل. هو الناس بتنزل، الناس عندها جراءه بينزلوا حاجات والناس بتعجبها. دي المصيبه الاكبر، ان هو الناس بقت ميديوكر قوي لدرجه ان هم بيعجبهم اي حاجه. اقول للناس ان هي يعني مفيش حد ما عندوش تشايلد تراما، دي انا مصدقه فيها. مفيش بني ادم مهما حاولتي تربي ولادك ان هم يبقوا صافيين وحلوين ويطلعوا في المجتمع يعني سو مش يعني مفيش حد عنده تشايلد تراما بطريقه ما، حسب شخصيتك وموجوده امتى واهلك والبيئه اللي انت فيها. مفيش حد يعني، فكل واحد يعيش رحلته. اول صعوبه اللي انا رحت ولدتهم في امريكا، فدي كانت قبل ما يجوا اصلا. كان في صعوبه يعني، كان في فاهمه يعني تحويش بقى قبلها بفتره. ويعني هو الواحد ما بيفكرش يعني قبل ما تولدي، ما تبقيش شايفه ان في صعوبات يعني، ما تبقيش عارفه انه الموضوع صعب قوي كده. فاكره انه عادي، كل الناس بتخلف يعني عادي. وبعدين الناس بتتوقع ان الامهات بتتولد امهات يعني. اول ما العيل بيتزلط كده انا هي انا اعرف بقى ازاي ارضع واكل لا، احنا بني ادمين زينا زي الرجاله، ما بنبقاش عارفين بنقرا وبنذاكر وما الفطره بقى. بس الفطره دي موجوده برضو. بنحاول يعني، بتحاولي دايما ان انت تربي ولادك. طبعا ان انت كيانك بيختلف يعني. زي ما قلت لك في الاول ان انا مش بس، لكن اول ما بتولدي ولاد بتتربطي بالامومه وبولادك، فبيبقى صعب انك تحققي احلامك اللي كنت عايزه تحققيها قبل ما تخلفي. صعب ان انت تحققي احلامك كلها مثلا في الوقت ان انت ماشيه مثلا بطريقه معينه، انا هعمل ده وهعمل ده، فجاه في
قط على في عيال لازم بقى انت تربيها ومسؤوله عنها وعاوزين حاجات ولازم تبقي موجوده، فمخك متشتت. هما اتنين قريبين ليا بطرق مختلفه، يعني جميله زي بالظبط، عامله زي بالظبط في شخصيتي في الحياه، يعني هي فول اوف لايف يعني زي كده، وانرجيتك وبتحب تعمل حاجات كتير، بتصحى بدري زي يعني وبتلعب رياضه ومحبه يعني وبتشتغل في مدرسه شاطئه، يعني عندها كده فاهمه حب للدنيا وشقيه وكل الحاجات دي. وابني واخد مني الانزايتي حبيبي متوتر، وواخد مني، لا هو واخد مني الخجل. انا كنت زيه وانا صغيره، يعني كنت زي جميله، انا زي جميله لما كبرت، بس وانا صغيره كنت زيه جدا، اللي هو خايفه من الناس وانا صغيره قوي يعني خجوله وبقلق، كان عندي قلق دايما، ودماغي بيفكر، هو بيفكر كتير قوي برضو، وفنان جدا، هو فنان قوي يعني، رسم مزيكا وبتاع، وفنان ودمه خفيف جدا ولذيذ يعني. فهما الاثنين طالعين دي يعني ما اعرفش انا بقول حاجات حلوه عني ده عادي ولا انا قلت مش عارفه اذا كان زي بابايا، مع ان بابايا ده احسن واحد في الدنيا، بس احمد قريب جدا من بابايا اكشن. هو قريب ومش قريب برضو، لا قريب ومش قريب. هو الحاجات اللي فيه اللي خلتني يعني، هو ما فيش حاجات يعني، هي مش كده انا حبيته فاهمه، هي مش فكره يعني هو واحد المفروض يفكر بعقله يعني يقول مثلا انا كذا 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 فاهم، بس انا يعني طموح جدا. هو احمد الصفات اللي انا يعني اللي عجبتني فيه ان هو جدع وطيب وبيحب شغله. 3 مشاعر بيسيطروا عليا اكتر حاجه، القلق والخوف والحماس. عندي الحمد لله يا رب، الحمد لله عندي حماس، عندي طاقه يعني بوزيتيف دايما. بصحى الصبح يوم جديد، مش كده حصل امبارح، بصحى بكتب يومي هعمل ايه، تك 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 تك، وبعمل حاجات. بحلم ان انا احقق احلامي، بحلم ان انا اقدر احقق اللي في مخي يعني احلامي. بحلم ان انا اعيش لحد ما اشوف ولادي يكبروا ويتخرجوا، يعني عاوزه اشوفهم يعني يكبروا بس يبقوا ينطلقوا كده ويبقوا يعني فاهمه مسؤولين عن نفسهم. بحلم بكده ان انا يعني، بحلم بالسفر، عاوزه اسافر جدا، نفسي ابقى حره يعني، عاوزه انطلق، عاوزه يعني احط شنطه على ظهري واسافر، يعني ولادي يكبروا فاهمه، فاقدر بقى اسافر انا واحمد، نسافر نلف، انا لوحدي هو لوحده يعني، اكسبلور يعني. عاوزه اشتغل، بحلم ان انا اشتغل حاجات انا عاوزه اعملها، فعندي احلام كتير يعني. ميرسي يا رنا، شكرا.